صدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن العدا قد بغوا علينا، وإن أرادوا بنا فتنة أبينا. وأصلي وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والله أكبر ولله الحمد. نرحب بحضراتكم جميعا أيها الضيوف الكرام في بلدكم منشأة بسيوني. وفي البداية يوجه لحضراتكم الشكر باسم جماعة الإخوان المسلمين بكفر الدوار لاستقبالكم الحافل وكرمكم وفضلكم على هذه الاستضافة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتكم جميعا. أيها الأحبة، مع المؤتمر الأول لجماعة الإخوان المسلمين هنا في بلدكم في منشأة بسيوني بعد أحداث ثورة 25 من يناير المباركة التي صنعها الله عز وجل وحماها، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها خالصة وأن يرزق بلادنا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد أحداث هذه الثورة المباركة التي من الله بها على بلدنا مصر، عم في هذه البلدة الأمن ونعمة الحرية، والتي كان من ثمراتها هذا المؤتمر في هذه البلدة. نشكركم جميعا ونرحب بحضراتكم جميعا جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذي أسسه جماعة الإخوان المسلمين هنا. وفي بداية هذا الحفل المبارك أفضل ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم، ومع الأستاذ أحمد مهدي فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إلى ما وصل إليه. لكن احنا عاوزين نقول يا اخوانا ان في امل، في امل، ولولا الامل ما كناش عشنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حديث في منتهى الجمال، واحاديث النبي كلها جمال. بيقول في حديث صحيح كل يحفظه، لكن بنردده عشان خاطر يبقى في امل. اوعى اليأس، اوعى اليأس يدخل قلبك. الإمام حسن البنا بيقول رضي الله عنه: لا تيأسوا، فليس اليأس من اخلاق المسلمين. لا تيأسوا، لو اليأس دخل قلبك خلاص. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله. في حد بيقول أنا دلوقتي نبي؟ مش حد. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. الخلافة خلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وانتهت. ثم
الشارع. البلد دي مش محكومة، البلد دي مثلا مش حجر او مش حجر على مكان معين او على جماعة معينة، لا، كل الفصائل وكل الاحزاب تنزل الشارع وتعرض برنامجها، وفي الاخر يخلي الشعب هو اللي يختار. فاذا الشعب اختار الاخوان اهلا وسهلا، ما اختارش الاخوان مع السلامه، شو غيرهم. ولكن كل الناس تحترم بعضها، كل فصيل سياسي يحترم الاخر، نقبل بالطرف الاخر ونحتكم جميعا الى الرضا الشعبي. في الاخر هنقول الشعب اللي يختاره اهلا وسهلا فيه. اذا اختار الشعب رجال الاسلاميين اهلا وسهلا. مين اللي اختار؟ الشعب. عايزين بقى انتخابات فيها وانتخابات كذا، هنكتب ثم الحديث النبوي الصحيح ثم تكون خلافه على ايه؟ على منهاج النبوة. هيكون في خلافة ثانية يا اخوانا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة. ومن مبادئ الاخوان هي استاذية العالم، ثم الخلافة الاسلامية، خلافة اسلامية ثم استاذية العالم. ونختم ان سيدنا اللي فتح القسطنطينية محمد الفاتح كانش متخيل انه يفتح القسطنطينية في الوقت اللي فيه يعني تعثر وما عرفش، مش هنقول عجز، وما عرفش الصحابة ابن ابي ايوب الانصاري دفن على ابواب القسطنطينية. قبره الان في تركيا في اسطنبول، القبر موجود وقال يدفنون هنا على ابواب القسطنطينية حتى يكون شاهد اثبات. يا رب ما عرفتش وحاولت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما عرفتش نفتح القسطنطينية وانا مدفون هنا على ابواب القسطنطينية. ثم ياتي الصحابة ولا تابعه محمد الفاتح ويفتح القسطنطينية. هنطول عليكم وفي عجالة سريعة نبدأ الحديث عن حزب الحرية والعدالة. بداية أيها الأحبة الكرام، نعلم أن جماعة الإخوان المسلمين هذه الجماعة المناضلة على مر التاريخ التي قدمت تضحيات شتى من رجالها ومن أولادها ومن شبابها ومن علمائها الذين علقوا على أعواد المشانق سيد قطب وعبد القادر عودة وطلعت هواش والكثير ومنهم من غيب لأكثر من 20 عاما وراء الشمس وقضى حياته بالظلمات دفاعا عن الحق ووصولا إلى هذه اللحظة التي نعيشها. أيها الأحبة الكرام، كان جماعة الإخوان المسلمين تؤمن بأن الإسلام نظام شامل يشمل شؤون الحياة جميعها، فهو كما أنه يتكلم في الدين ويتكلم في الصلاة ويتكلم في الزكاة ويتكلم في فرائض الإسلام، فإنه يتكلم في السياسة. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائدا وكان مربيا وكان قائدا ميدانيا وكان معلما، وكان صلى الله عليه وسلم يعقد الاتفاقيات، وكان يبعث الرسل أي السفراء، وكان يكاتب الملوك والزعماء، فكان صلى الله عليه وسلم يمارس الأمور هذه كلها. من أجل ذلك كانت جماعة الإخوان المسلمين تؤمن أن السياسة من الدين. أما مقولة أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة فأنها مقولة أريد بها باطل، وجاءت مما يسمى بالعصور المسلمة في أوروبا، سميت بالعصور المسلمة. ولكن جماعة الإخوان المسلمين دائما وأبدا كانت تمارس السياسة، فقدمت لها نوابا في النقابات وفي المجالس المحلية وفي المجالس النيابية على مر تاريخها، وكانت تعمل في السياسة وتعمل في الدعوة. ولكن كان كثيرا من الناس المفكرين والسياسيين يقولون لماذا لم تقوم جماعة الإخوان المسلمين بعمل حزب سياسي لها يمثلها سياسيا ويتفرغ الدعاة إلى الله عز وجل إلى الدعوة، ولكنه كانت الأبواب موصدة في وجه ذلك. قدم الإخوان المسلمون في فترة من الفترات رؤية إصلاحية لإصلاح النظام وإصلاح البلد، وقرأها المفكرون وأثنوا عليها، ولكن لم تكن هناك استجابات من النظام لتطبيقها. ثم حان الوقت وجاء النصر وجاء فضل الله سبحانه وتعالى. وقبل أن ندخل في حزب الحرية والعدالة لابد أن نقف وقفة. ما نحن فيه الآن هو بفضل الله أولا وأخيرا، لأن الفضل لله سبحانه وتعالى في هذا النصر وفي إنجاح هذه الثورة، والله سبحانه وتعالى وحده أسقط النظام. ثم لا يقولون أن نحيي أرواح شهداء الثورة، هذه النخبة من الشباب المتفتح الذي نزل بصدور عالية لكي يواجه رصاصات البطش ولكي يقتل ولكي تسيل دماؤه على أرض مصر، ليس
حتى هذه اللحظة، ولا نعلم ما سيكون بعدها. حتى هذه اللحظة كان درعا لمصر في حربها وفي سلمها وفي ثورتها، حتى أنه كان له موقف رائع في إنجاح هذه الثورة وتحمل المسؤولية مصر في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها حتى تستقر الأمور، وثم بعد ذلك تنتقل السلطة بطريقة سلمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون صادقا في ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل مشواره وأن يسلم السلطة كما وعد بها. فكانت الثورة وكان النصر، فما لبث جماعة الإخوان المسلمين كغيرها من الأحزاب والقوى السياسية والجماعات أن توجد لها على الساحة حزبا سياسيا، فتقدمت بأوراقه. ثم كان هذا الحزب حزبكم حزب الحرية والعدالة، حزب الحرية والعدالة. ولهذه التسمية معنى الحرية هي هبة الله عز وجل للإنسان، فالإنسان يولد حرا، ربما تسلب حريته في فترة من الفترات، ولكنه لا يولد عبدا، ولكنه يولد حرا. من أجل ذلك كانت الحرية لا يكون ثمنا لها أقل من الحياة، لذلك يقدم الناس أرواحهم ثمنا للحرية كما